ما يحملهم وما يعني يأخذهم إلى الجهاد بكى الصحابة. أما كعب يقول كنت موسرا، عندي الأموال وعندي الخير وعندي ما يحملني وعندي كل شيء، لكني مع هذا كل يوم أقول غدا أجهز غدا أجهز، والصحابة يتجهزون. يقول حتى غادر الناس، قلت غدا أتبعهم وغدا أتبعهم، وكان الجو صيف حر والظلال جميلة والثمار طابت، يعني ما حد يطلع في هذه الأوقات. يقول وكل يوم أقول غدا أتبعهم غدا أتبعهم غدا أتبعهم، والشيطان حتى وصل إلى درجة لا يستطيع أن يدركهم. النبي عليه الصلاة والسلام ومعه ألوف من الصحابة افتقد هذا الرجل. قال أين كعب؟ أين كعب بن مالك؟ فقال أحد الناس، قال حبسه برداه والنظر في عطفيه، يعني جالس مع النعيم وترك الناس يقاتلون. فقال رجل آخر بل لا نعلم فيه إلا خيرا. كذبت والله لا نعلم فيه إلا خيرا. رد عن عرض أخيه. سكت الناس. أين كعب؟ ما خرج كعب. يقول كعب بن مالك جلست في المدينة التفت، يقول فما وجدت أحدا في المدينة إلا منافق مغبوس النفاق، أو رجل من أهل الأعذار، أعرج أعمى ضعيف كبير في السن مريض، رجل من أصحاب الأعذار بس. يقول أنا بينهم تعجبت، أين البقية؟ ما بقي أحد، كل الناس خرجوا مع رسول الله يقاتلون. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الغزو، أول ما كان يرجع إيش يسوي؟ كان يذهب إلى المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء لما يرجع من السفر يذهب إلى المسجد فيصلي ركعتين ويستقبل الناس، ما يذهب لبيته، ما يذهب يرتاح ينام، لا، العمل ما ينتهي. كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى المسجد فيجلس في المسجد ويصلي ويستقبل أهل الأعذار، يأتون المنافقون سيحلفون بالله لكم لترضوا عنهم، إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. الله يقول يحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. يأتي المنافق إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله أردت الجهاد معك ولكنني لم أستطع، ولكني شغلتني أموالي وأهلي وأولادي، ما استطعت الخروج معك فاستغفر لي. فيستغفر النبي لهم فيستغفر النبي لهم. جاء دور من؟ كعب بن مالك. يقول دخلت المسجد، الآن وقت الشهادة، كيف سيشهد كعب بن مالك؟ يقول دخلت على النبي فرآني ونظر إلي وتبسم تبسم المغضب. تعرفون شلون؟ واحد يبتسم لكن غضبان. النبي صلى الله عليه وسلم ما اهتم للمنافقين، لكن أنت يا كعب غير، أنت غير يا كعب. المنافق ما يأتي هذا عادته، لكن أنت. يقول فلما دخلت وسلمت قال ما منعك يا كعب أن تلحق بنا؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ يعني مو عندك ناقة تحملك؟ ليش ما خرجت معنا؟ يقول فجلست. قلت يا رسول الله أنا أعلم أنني أستطيع أن أعتذر كما اعتذر الناس، فتصدقني وأذهب، وأنا قد أعطيت لحنا وأوتيت جدلا، يعني يعرف يتكلم، وكان كعب يعرف شلون يتكلم، رجل من المتكلمين أهل الجدل، يعرف كيف يجادل. ولكني سوف أصدقك يا رسول الله، فإن لم ترضى عني اليوم فإن الله عز وجل سيرضى عني وسترضى عني يوم من الأيام. قال يا رسول الله والله لم يكن عندي عذر أبدا. شوف شهد على نفسه، قال والله ما كان لي عذر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قم. ثم قال للصحابة أما هذا فقد صدق الله، أما هذا فقد صدق. ذهب كعب بن مالك، قال له قومه ماذا فعلت؟ ماذا صنعت؟ لما فعلت هذا؟ ارجع إلى رسول الله يستغفر لك، قل له أي عذر، الناس كلهم مثلك. يقول فهممت بالرجوع لكنني سألت أكان في هذا الأمر معي غيري؟ في أحد اعترف على نفسه غيري؟ قالوا نعم اثنان، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، صاروا ثلاثة. فقلت خلاص دام أنا مو بروحي أنا أصبر. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة كلهم أن يهجروا الثلاثة، ما حد يكلمهم، ما حد يسلم عليهم، ما حد يزورهم، ما حد ينظر إليهم، شنو موجودين. يخرج كعب إلى المسجد، تخيل، يذهب إلى المسجد يصلي، ما في أحد يشوفه ولا أحد يكلمه ولا أحد يسلم عليه ولا يرد عليه. ما هو يوم ولا يومين ولا ثلاث ولا أربع، الأمر شديد.
الأمر صعب، الأمر حزين، والرجل يعني حتى الرسول يقول أصلي، يقول أصلي، كعب يقول أصلي كأن النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه، يقول فإذا التفت النبي كأنه لا يراه. ألم وهم وغم. يقول يوم من الأيام تسورت جدارا لابن عمي أبو قتادة أحب الناس إلي، تسورت جدارا ودخلت عليه فقلت له أنشدك الله ورسوله ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ يقول ما رد. قلت أنشدك بالله، يقول أنا أبكي، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ ما رد وهو يبكي. يقول حتى قال لي في النهاية الله ورسوله أعلم، يعني لا تسألني. يقول خرجت إلى السوق وأنا مغموم ما في أحد كلمة. رجل تاب، لكن هذه عقوبة النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتبر بها كل الناس. يقول في السوق فإذا نبطي من الشام، رجل جاي من الشام يسأل أين كعب بن مالك، أين كعب بن مالك؟ قالوا ها هو ذا. يقول أعطاني رسالة، فتحت فإذا ملك من ملوك النصارى، ملك الروم، ملك غسان، كتب له رسالة قال بلغنا أن صاحبك قد جفاك فالحق بنا نواسك، تعال فإن الله لم يجعلك بدار ذل ولا هوان، تعال احنا نكرمك. يقول عرفت أن هذا من البلاء فأحرقت الورقة بالتنور سجرتها. شوف الفتنة، إنسان يتوب لكن الله يبتليه بيشوفه يصبر صادق بتوبته ولا لا. كعب بن مالك يقول رجعت إلى البيت، يقول فإذا برسول الله قدم. يا كعب بن مالك رسول الله يخبرك. ظن أن الآن في بشرى، قال بما يخبرني؟ قال يأمرك رسول الله أن تعتزل زوجتك. ماذا؟ اعتزل زوجتك. قال أفيأمرني أن أطلقها؟ قال لا لكن اعتزلها. قال اذهبي إلى بيتك خلاص، حتى زوجتي ما أقدر أجلس معها ولا جامعها. 40 يوم على هذه الحال. ثم بعد أن اعتزلت زوجته 10 أيام صار كم؟ صار 50 يوم لا أحد يكلمه، حتى زوجته تركته. جلس لوحده يوم من الأيام يقول كنت على سطح المنزل بعد صلاة الفجر، صعد على سطح منزله ما في أحد يكلمه 50 يوم. يقول على سطح المنزل وأنا جالس يذكر الله ويسبح ويستغفر. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. فإذا برجل يناديه من بعيد، يقول بعد صلاة الفجر يا كعب بن مالك، يا كعب بن مالك أبشر. أول مرة واحد كلمة أبشر يا كعب بن مالك. من المسجد رجل خرج وأحد الصحابة يركض على دابته، واحد ينادي من بعيد من على تل يقول كعب بن مالك ما سمعت كلمة أبشر إلا خررت لله ساجدا شكرا لله عز وجل. يقول وإذا بي أنزع قميصي أهديه ذلك الذي بشرني، واستلفت قميص لأدخل إلى المسجد ما عنده قميص من فرحه. يقول ودخلت المسجد والصحابة يهنئوني لتهنك توبة الله يا كعب، لتهنك توبة الله يا كعب. يقول ودخلت إلى النبي فجلست عنده يضحك كأنه فلقة قمر. قلت يا رسول الله ما الخبر؟ قال أبشر بتوبة الله عليك، خير يوم عليك منذ ولدتك أمك. قال أهو من الله أو منك يا رسول الله؟ قال بل من الله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. كعب بن مالك لما سمع هذه التوبة قال يا رسول الله إن خلعت من مالي كله صدقة لله ورسوله، كل ما أملك صدقة. من فرحه. شوف الإنسان لما يتوب الله عليه في القرآن فرح، قال كل ما يتوبة صدقة لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دع شيئا لنفسك وأهلك. قال خلاص سهمي في خيبر هذا أبقيه والبقية كلها لله ولرسوله. كعب بن مالك تاب الله عز وجل عليه، لكن توبته كانت صادقة. هو وهلال ومرارة 3 تاب الله عز وجل عليهم، شهدوا على أنفسهم بالحق، اعترفوا بخطئهم ولهذا تاب الله عز وجل عليهم. أما المنافقون المعذرون من الناس الذين كانوا يكذبون على رسول الله شغلتنا أهلنا وأموالنا وكنا مرضى يكذبون على الله وعلى رسوله، هؤلاء مواهم جهنم وبئس المصير. أما الذي شهد بالحق، أما الذي اعترف، التوبة لها ضريبة، التوبة تحتاج إلى صبر. تقطع قلب كعب، هجره الناس جميعا، بكى وكم بكى، ابتلي بابتلاءات، تعرضت له الفتن، ملك غسان يعرض له الملك والنعيم، ومع هذا صبر. إنها التوبة الصادقة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة
نصوحا. التوبة تحتاج إلى مثل ما فعل كعب بن مالك رضي الله عنه وعن صاحبيه. أيها الأخوة الكرام، نقف عند هذا حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.